مثل هذه المعسكرات فترات توقف يمكن تعطيك جاهزيه يمكن اكثر من لاعب. يمكن لاحظت السنه هذه لما كان عندنا اصابات وكان عندنا يعني كثير من الغيابات، يمكن اللي عوضها هم اللاعبين الشباب الجاهزين اللي تم تجهيزهم في المعسكر الاعدادي في المانيا في بدايه الموسم. فبالتالي يمكن مثل هذه المعسكرات فتره التوقف تفيدنا في اعداد بعض اللاعبين. تعرف الان يعني مقبلين على بطولات مهمه، كاس اسيا، مقبل على كاس خادم الحرمين، المتبقي من الدوري، يعني بطولات مهمه، وبالتالي الاصابات يمكن تحرمنا من بعض اللاعبين، فيجب ان يكون هناك بديل جاهز. بالاضافه لانه فتره التوقف عندك لاعبين محترفين ايضا يمكن ما عندهم مشاركات الفتره الحاليه مع بلدانهم، فبالتالي لازم تعدهم. يعني فتره التوقف يمكن يعني مهما كانت التمارين يعني مو زي ما تكون يعني معسكر خارج تخرجهم عن الاجواء اللي كانوا عايشين فيها. في اكيد شيء من الترفيه، لكن بالتاكيد يمكن المحصله الاخيره بتكون يعني فائده مرجوه للاعداد للاستحقاقات القادمه. فائده المعسكر اكيد ان احنا سؤال مهم انه 8 لاعبين، 8 اللاعبين هذول اللي بيلعبون يوم 29 من الشهر هذا حيرجعون في مدينه ملبورن، حيوصلون موعد وصولهم تقريبا فجر يوم الاثنين، حيكون يوم 3 اول مباراه لنا مع نادي الرايد. احنا ما نعرف حالتهم الصحيه، مدى مشاركاتهم، ايش مدى التعب اللي هم فيه، فاكيد احنا نبغى نوفر او يعني يكون الاستعداد قائم بالنسبه لاي لاعب ممكن يشارك. المعسكر اعتقد انه ان شاء الله بيجني ثماره ان شاء الله خلال يعني استعدادنا لكاس اسيا وما بقى من الدوري وكاس الملك. زي ما انت شايف يعني حصلنا على اجازه تقريبا 4 ايام. البعض من اللعيبه يعني راجعين من اصابه، وتعرف المخزون اللياقي بيقل في الاجازه 4 ايام، واحنا بحاجه المعسكر اللي احنا كلاعبين، والمدرب يعني انه بيقرب للمجموعه اكثر ويعرف العناصر اللي يعني ممكن ما شافها. يعني صحيح فقدنا عناصر يعني في المنتخب الاولمبي الفريق الاول، وبحاجه على التعرف على المزيد من اللاعبين. وانت شايف يعني المعسكر هذا اعتقد انه ضروري اننا يعني نتوصل الى ان شاء الله جاهزيه تامه من خلال ما تبقى من نهايه الموسم ان شاء الله. يعني الحمد لله هي فتره قصيره بس اكيد يعني راح نستفيد منها. اجواء حلوه يعني. جانا دعم يعني من الفريق الاولمبي، عارف انت عندنا نقص كبير في لعيبه كثيرين في المنتخب، بس يعني الحمد لله نتمرن على فترتين صباحي ومسائي وربك يوفق ان شاء الله.